وصلت النهارده لمطعم بروكلين في مدينة شبين الكوم محافظة المنوفية، واللي موجود بالتحديد في شارع باريس مع شارع صبري ابو علم وقدام باريس بلازا، واللي سمعت انه بيعمل برجر عظمة. فتعالوا نشوف الكلام على ايه. وصلت وكان معايا عمرو، واللي لقيته واقف مع الكاشير وبيشاور له على 20 نوع ساندوتش وعاوز يطلبهم كلهم تقريبا كده. فقلت له ايه يا عمرو، انت هتطلب المنيو كله ولا ايه؟ فقال لي اطلع انت بس فوق كده يا سندباد ومالكش دعوة، فربنا يستر على الميزانية. فعلى ما عمرو يطلب هناخد لفة سريعة في المكان ونصوره بالمرة. شكل المطعم شيك جدا وكبير جدا جدا، وفي كذا مكان وقعدات مختلفة مناسب للشباب وللكبار والعائلات، وفي كيدز اريا للاطفال، والمكان كله كان مناسب لعمرو عموما. فاحترت هنقعد فين، وفضلت ادور على احسن مكان لحد ما لقيت عمرو بيقول لي ممكن تنجز عشان انا جعان قوي. ولقيته راح قاعد في ترابيزه على الفيو بيبص على الشارع وبيقول لي اقعد بقى. فقعدت وفضلت اتفرج على المنظر الجميل في الشارع، وباين كده ان شبين الكوم مدينه جميله، والمكان كمان جامد جدا. بس يا ترى البرجر هيطلع جامد برضه ولا ايه؟ هنشوف دلوقتي. ووصل الاكل اللي عمرو طلبه بعد وقت مش كتير، وشكل الاكل كان بيقول انه خطير. فبقول لعمرو ما شاء الله ايه ده كله يا عمرو؟ قال لي بقول لك يا سندباد عيش وسيبنا عيش. عمرو طلب لنا سندوتشين عمالقه وبوكس جانبي مشكل للمقبلات. فهنفتح دلوقتي ونشوف الكلام على ايه. جاهز يا عمرو؟ قال لي جاهز. يلا تعالوا نشوف. عمرو هيجرب اول حاجه الماستر بوكس، وهيبدا بالموتزاريلا ستيكس واللي كان عددهم 3. هياخد نص صابع غطس في صوص التيستي ويقول حلوه قوي، والنص التاني هياخده على صوص سويت شيلي، وبعدها هيدخل على حلقات البصل واللي كانوا 6 حلقات، وياخد الحلقه الاولى ويخش على صوص المكسيكان ويقول يح علشان كان حراق قوي، وياخد النص التاني على صوص بروكلين ويفصل بالبطاطس الصوابع، ويدخل على التشيكن ستريبس واللي كانوا 3 قطع، وياخد اول قطعه ويغرقها تاني مره في صوص سويت شيلي ومره في المكسيكان، لانه تقريبا دول اكتر صوصين عجبوه. وقال فعلا موت الصوصات حلوه، الصوصات حلوه قوي، وفضل ياكل فيهم ونسي يجرب صوص الباربيكيو. فجه دوري علشان اجرب الماستر بوكس والصوصات الرايقه دي. وصحيح سعر الماستر بوكس كان 140 جنيه، فهفتح وهسمي وادوق علشان الكلام يروق. كان نفسي اصابع الموتزاريلا تكون بتشد معايا لحد السقف، لكن مش مهم، الاهم ان طعمها كان حلو وباين فيها طعم الجبنه. وجربتها بالصوصات سويت شيلي وتيستي. وحلقات البصل اخدت الحلقه الثانيه علشان عمرو خد الحلقه الاولى، بس مش مهم، المهم مين هيكمل الحلقه الاخيره. وجربتها بصوص بروكلين وعجبني الصوص ده. وبعدين دخلت على الستريبس وكانت باينه من شكلها انها مقرمشه ومستويه كويس. وجربتها مع صوص الباربيكيو اللي بحبه اصلا، بس هشوف هنا طعمه هيكون ايه. فكان حلو قوي وعجبني. وكملت باقي القطعه بصوص الباربيكيو، وهفصل برضه بالبطاطس مع صوص المكسيكان، ولقيته فعلا حراق، فعلا نار نار زي ما عمرو قال. ويلا بقى نخش على ساندوتش البرجر. اول ساندوتش كان اسمه تيربو، بس قبل ما اخش جوه عاوز اقول ان العيش كان طري وطازه جدا. ساندوتش تيربو كان عباره عن صوص بروكلين مع قطعتين اللحم البقري وزنهم 400 جرام، والخس والمايونيز وقطع خيار مخلل وشريحه جبنه شيدر وشرايح بصل. وده كان سعره بعد الكلام ده كله 160 جنيه. كان في اضافه جبنه ب 20 جنيه، بس قلت بلاش وهنعرف ليه دلوقتي. فالمهم دلوقتي الساندوتش ده انا هخش له ازاي بقى؟ فبسم الله وهحاول اخش بالحب والتقدير علشان المكونات كانت كتير. وهنا بقى يظهر جار الجبنه واللي طلبناه بدل اضافه الجبنه علشان نغرق السندوتشات جبنه بنفسنا. ده بيكون 250 جرام من الجبنه السايحه وسعره 60 جنيه. وفضلت اغرق السندوتش جبنه لحد ما بقيت سندباد بالجبنه. وكان سندوتش التربو جمدان، طعم اللحمه مع الاضافات اللي كانت معاه كانت مظبوطه جدا، وطعمه بقى اجمد لما جربت عليه كل الصوصات ال5 تاني، سويت شيلي والمكسيكان وصوص بروكلين، وده كان عاجبني جدا، وباين كمان من تقله وقوامه وطعمه المركز. واعتقد ان ده ميكس بين صوصين او 3 مختلفين. وكمان صوص الباربيكيو كان عاجبني. وهنا عمرو حب يروق عليا وقال لي زود جبنه يا عينيا. ميرسي لذوقك يا عمرو. واخر صوص بقى كان التيستي، وكان حلو برضه. كل الصوصات حلوه الصراحه، بس عجبني اكتر صوص بروكلين وصوص باربيكيو. تعالوا بقى نشوف عمرو هيعمل ايه في الساندوتش بتاعه. فقال لي ها خلصت يا سندباد؟ الدور جه عليا بقى، شكلنا كده هنودع الساندوتش. عمرو كان طالب لنفسه برجر عملاق اسمه ذا كينج، حاجه كده للمصارعين اللي يليق بعمرو التنين. ذا كينج كان فيه صوص بروكلين على 3 طبقات من الفراخ المقرمشه، كل طبقه فيها صدر فرخه كامل تقريبا، مع الخس والمايونيز وخيار مخلل وشريحه جبنه شيدر وشرايح بصل، وكان سعره 225 جنيه. عمرو قال لي انا هدخل دخله الضربه القاضيه، تتحداني ناكله كله يا سندباد؟ قلت له مصدقك من غير اي تحدي، بس لازم تقسمه نصين تقريبا يا عمرو. قال لي لا انسى سيبك من الكلام ده، وقام داخل في الساندوتش بوشه وما عرفش، لكن حاول تاني وقال لي هو وش باين عليه حاجه؟ قلت له لا 5 كيلو جبنه بس تقريبا. بعدها قال لي ده مش هينفع يتاكل كده، لازم يتقسم نصين. قلت له اقسم يا عمرو. بعدين غرق الساندوتش جبنه لحد ما الساندوتش قال له كفايه يا عمرو بلاش تتعبنا. قال له اسكت انت علشان في خناقه جواك، هيخش يسلك بقى. وقام داخل شارد شريحه البصل وهربها على بقه. خش بقى يا عمرو على الصوصات.
وبدأ بصوص الباربيكيو اللي ما كانش لسه جربه، وقال حلوه قوي بس خليني مع السويت شيلي شويه، وقال لي بص دي مش هترجع تاني. عارف ليه؟ قلت له ليه؟ قال لي اهو لا سحر ولا شعوذه. وخد صوص المكسيكان وقال لي هات ده صوص قلبي ده لانه بيحب الشطه، وفضل ياكل منه لحد ما غيبب، فلحقته بصابع موتزاريلا علشان يصحى معايا ما ينامش. وبعد كده فور الكلام ببق بيبسي وبيقول لي في ايه، هو ايه اللي حصل ده؟ انا مش فاهم حاجه بس هكمل على باقي الصوصات. وكان عاجبه كل الصوصات بس اكتر اتنين التشيلي صوص والمكسيكان. وطبعا مش محتاج اقول لكم ان الساندوتش عجبه. مالك يا عم؟ ضغوط الحياه. بعدين قال يا سندباد دي تحيه مني ليك وهات سندوتشك بقى. وعملنا تبادل صفقات سندوتشات، ولما دق التربو قال لي اللحمه حلوه، قلت له فعلا والرحمه حلوه برضه، ما تخلصوش لو سمحت. وفي النهايه قعدنا فورنا الكلام ببيبسي وقعدنا نحاول نخلص باقي الاكل اللي عمرو طلبه وهو جعان وكان زياده قوي. وتعلمنا ان عمرك ما هتعرف تطلب اكل على قدك قوي وانت جعان قوي. بس الاهم ان تجربه البرجر في بروكلين كانت حلوه جدا ومميزه. الاكل عموما كان حلو وعجبنا وسعره مقابل الكميه مناسب جدا. والمرات الجايه هنجرب سندوتشات واصناف مختلفه وبكميه معقوله. وفي النهايه قلت لعمرو كمل انت بقى اللي بديته يا حبيبي، علشان انا شبعت الحمد لله ومش قادر. وسبته هو يعمل الفينش للسندوتشات وباقي الماستر بوكس والصوصات، وما قدرش هو كمان يخلص لحد ما قلت له قوم بقى يا عمرو كفايه، فقال لي مش قادر اقوم، فسبته ومشيت. فناداني وقال لي يا سندباد خدني معاك يا سندباد.